السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل الموقع ده، وده الجزء الخامس. إن شاء الله هنعمل الجزء ده. طبعا هنعمله بالجريد، أول مرة نستعمل فيها الجريد في الموقع ده. هنعمل ستارت، تشوز اس، اسم براحتك، بعديها اند، بعدها هنعمل دوت تشوز، كاتبين غلط، دوت تشوز دوت كونتينر. بس الأول طبعا هنلاقي إن في من هيدنج اللي هو ده، هنلاقيه متكرر في كذا حتة، فإحنا هنعمله فوق في الكومبوننت. هنعمل كومبوننت، نعمل دوت مين هيدنج. بس الأول طبعا هنعمل الهيكل بتاعه، مين دوت مين هيدنج h1 باراجراف. ال h1 هننسخه عشان وقت الفيديو، والباراجراف هننسخه برضو. بعدها بقى ندخل على CSS، نعمل تكست اونلاين سنتر، ونعمل دوت مين هيدنج ال h1 تكست اونلاين سنتر عشان تكون في النص. color var secondary color font size 30 بكسل. كده تمام معانا ال h1. ماشي تمام. هنعمل الأول أو نعملها في باراجراف، طبعا هعمل مارجن بوتوم، نعملها عادي وخلاص. مارجن بوتوم 10 بكسل، بعديها دوت مين هيدنج باراجراف كولر. استعملنا اللون ده قبل كده، لو عايز تحط فلو تحطه. بعديها نعمل، لو لقيناه كده هنلاقي إن هو واخد المساحة كلها وشكله وحش، مش زي هنا. احنا هنعمل ماكس ويتس 70% مثلا. طبعا لو بصينا هنلاقي إن هو جاي على الشمال، بس احنا هنعمله أقل. 50 هنيجي برضو على الشمال، بس احنا شمال برضو، فاحنا هنعمل مارجن اوتو. طبعا مارجن اوتو معناه ان هو يكون في النص. ونعمل لاين هايت 1.5. نعمل فونت سايز 18 احسن حاجة، خليها 18. ماشي كده تمام. نعمل مثلا بادنج توب 50 بكسل، 50 طبعا مش 5. ماشي، نلاقيه احسن من ده كمان. هندخل بقى في الجريد بتاعنا، نعمل مثلا بوكس، نشوف عندنا ايه. هنلاقي عندنا اي، وعندنا h3 وباراجراف. فاحنا هنعمل هنا اي ده الفونت اوسم، بعدها h3، بعدها باراجراف. هنعمل بقى الفونت اوسم، فونت اوسم ايكونز احنا فيها اصلا. بعدها بقى نشوف عندنا ايه. عندنا ماب لوكيشن. نجيب اول واحدة، نعمل لها قوي، نلزقها هنا.
هننسخ البوكس كذا مرة نشوف معانا قد ايه. 4 2 3 4. هننسخ ال H3. هننسخ طبعا كل حاجة عشان وقت الفيديو. كده نسخنا كل حاجة. هنظبط بس الكود. شوف عندنا نلاقي تمام، بس هنغير اللينك، قصدي الايكون، من فونت اوسم. هنشوف كل واحدة. هنلاقي عندي يوزر. هنلاقي دي مثلا document. هننسخ دي. كده خلصنا. هنعمل فورمات عشان الكود يتظبط. نشوف كده. كده تمام. هندخل في ال CSS. هنعمل start choose. ثانية واحدة. هنعمل دوت choose. شوف كده بادئ من فوق تحت من بيكسل، من على اليمين والشمال 0. نشوف كده تمام. تمام أوي. بعديها بقى ندخل على الكونتينر. طبعا بقى هنعمله بالفليكس ولا الجريد. هنعمله طبعا بالجريد. ممكن نعمله بالفليكس بس الجريد أحسن بكتير. display grid template columns repeat autofill. كده عملناه. هنلاقيه تمام. هنعمل جاب عشان نفصل بين العناصر 40 بكسل مثلا يعني. هنلاقي تمام. بعدين بقى ندخل على البوكس. طبعا لو النست زاد منك ممكن تقلله. ممكن تمسح كونتينر دي. فالكلام ده قرر. ماشي حلو اللون ده. نقلل الاوستي بتاعته. نعليها سنة. ماشي تمام. مش احسن حاجة بس عادي. ممكن تغيره براحتك. بعدين هنعمل في الاي. نعمل باك جراوند كلر. نعمل مثلا ده. نقلل برضو الشفية اللي هي كده. بعدين نعمل كلر بار مين كلر. نلاقيه معانا تمام. بس هنعمل بادنج 10 بكسل. border radius 5 بكسل. ماشي تمام. بس اللون وحش الصراحة. فهنعمل ده secondary.
ماشي كده تمام، أحسن بكتير. بعدها هنعمل مارجن بوتوم 10 بكسل، هنلاقي تمام أكتر بكتير. شوف بتاعنا. ماشي، هنعمل برضو ال H1، طبعا هو H3 مش H1. H3 color bar secondary color margin bottom 10 بكسل. ماشي تمام، ممكن نقلل دي شوية، 250. تمام معانا. بعدها هنعمل البوردر راديوس مثلا 8 بكسل، نخليه أقل 6 مثلا. تمام، هنعمل برضو color في الباراجراف بقى، في الباراجراف. ماشي، احنا طبعا في المساحة دي. ماشي كده تمام. line height 1.6. ماشي، نشوف في حاجة ناقصة. طبعا اللون لو وحش ممكن تغيره عادي، بس فاضل لنا نعمل بوكس شادو. شوف كده، طبعا مش هنا، هنحطه في البوكس نلاقيه تمام. نعمل بورد راديوس زيادة، فين بورد راديوس 10 بكسل. ماشي كده تمام. وكده الحمد لله خلصنا الجزء الخامس. لو عجبك الفيديو متنساش لايك واشتراك، واستناني في الجزء السادس. والسلام عليكم.